بلا فران وبلا ما تحتاجي العجينه، حضري ألذ مملحات الفطور، ساهلين بزاف وراقيين. اما المذاق ما نعاودش لكم شحال كيجيو لذاذ. ضروري ما تسجلوا عندكم هذه الوصفه هذه، بقاو معايا. واول حاجه غادي نحتاج صدر ديال الدجاج اللي قطعته هكذا قطع صغيره، غادي نضيف عليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البصر، التحميره اولا البابريكا، وغادي نزيد العطريه ديال الشاورما وشويه ديال البودره ديال الثوم. كنخليه يتشرب العطريه وكندوز هكذا ناخذ مقيله كنعمل فيها واحد شويه ديال الزيت، وكنضيف هكذا واحد البصله اللي قطعتها هكذا قطع رقيقه. غادي نحاول انني نشحرها بهذا الشكل هذا حتى كتطلق معنا، وغادي نضيف هذاك الدجاج اللي شرب الماء. صافي غادي نحاول اني نشحر كلشي مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيطيب لينا هذاك الدجاج، وغادي ندوزو نقادو الفطائر ديالنا. في هذه المرحله هذه غادي نحتاجو الخبز ديال الطوست. كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ اول قطعه، كنحاول اني نسرحها مزيان بهذا الشكل هذا في السطح ديال العمل، وكنقطعها على شكل دائري. حاولوا انكم تختاروا قطعه اللي كتكون هكذا كبيره. صافي كنكمل بنفس الطريقه، وكندوزو هكذا ناخذ مقيله كنعمل فيها شويه ديال الزبده، وكنحاول انني نحمر فيها هاد الخبيزات هادو. كيف كتشوفوا معايا كنحمرهم فقط من جهه واحده، ومباشره بعد ما كيتحمروا كنقادوهم بهذا الشكل هذا، وكنحطوهم بين لي مول ديال الكاب كيك باش كيشدوا لينا هذيك لا فورم. صافي بعد ما كيبردوا كيجي هذا هو الشكل ديالهم. غادي ندوزو مباشره نعمروهم. كنعمل صوص المايونيز، كنضيف كذلك القطع ديال الخس، واخر حاجه كنعمل الدجاج اللي قادينه. صافي غادي نزين بشويه ديال الجبن، وكنقدمهم بالصحه والراحه، فراه كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى فعلا تجربوهم.